امتحان البيرمي على الابواب. مرحبا بك في بيرمي فاسيل، البلاصه اللي غتعاونك تضمن النجاح ان شاء الله. كما العاده جينا بسلسله جديده اليوم. اول حاجه، حاول تكون في شي بلاصه ما فيهاش صداع، واعتبر راسك كدوز الامتحان. حسب شحال من جواب صحيح جبتي، وكتب لينا النقطه ديالك في كومونتير لتحت. وما تنساش تخلي لينا ابوني وواحد لايك. ويلا نبداو. باش نغير الاتجاه اليسار ندوز قبل السياره البيضاء، الجواب واحد. من بعد السياره البيضاء، الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم واحد. في هذه الحالة أنا بغيت ندور على اليسار. إلا شفتو مزيان، السيارة البيضاء اللي قدامي واقفة عند خط متصل، بالتالي عندها علامة قف. إذا فراه ما عندهاش حق الأسبقية نهائيا، وواجب عليها تسمح لي ندوز. داكشي علاش غندوز أنا الأول، يعني قبل السيارة البيضاء. من بعد التجاوز، واش نبقى مشغل مؤشر اليسار باش نرجع للمسلك ديالي؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. هاد السؤال كيهضر على السينيال. ملي كتسالي التجاوز وكتبغي ترجع للمسلك ديالك ديال اليمين، راه خاصك تطفي السينيال ديال اليسار وتشعل السينيال ديال اليمين. ديما السينيال كيدار قبل ما تبدا اي حركه، سواء بغيتي تدور ولا تنحاز لليمين او اليسار. غير يبدا الدماغ ديالك يفكر يرجع لليمين، خاصك تعلم الناس اللي وراك بالسينيال ديال اليمين. السينيال راه اجباري وماشي اختياري، وفي الامتحان ولاو كيركزوا عليه. التشوير الطرقي كيعلم على منعرج على اليمين، الجواب واحد. منعرج على اليسار، الجواب جوج. على بعد 200 متر، الجواب ثلاثة. على امتداد 200 متر، الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو رقم جوج وثلاثة. التشوير الطرقي هنا كيعلمنا باللي كاين منعرج غيدور على اليسار. وبالنسبه للمسافه، بما ان ديك اللافته الصغرى اللي فيها 200 متر ما فيهاش الاسهم في الجناب، فراه كتعني على بعد. يعني حتى نضربوا 200 متر عاد غنوصلوا لبدايه المنعرج. كون كانوا فيها الاسهم عاد غنقولوا على طول ولا على امتداد. اثناء السير العادي انا في المكان المناسب؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. باش نعرفوا واش حنا في المكان المناسب للسير العادي، خصنا نشوفوا الخطوط اللي على اليسار ديالنا. الا لاحظتوا وقارنتوا هاد الخطوط غتلقاوهم غلاظ ومتقاربين بزاف. هاد النوع ديال الخطوط كيعني اننا مازالين في مسلك الاندماج، يعني يلاه غندخلوا لطريق السيار. السير العادي خاصو يكون في المسلك اللي على اليسار ديال هاد الخطوط الغلاظ. اذا انا دابا ماشي في المكان المناسب للسير العادي، انا يلاه في مسلك الاندماج. السرعه محدوده. بعد العلامه فقط، الجواب واحد. قبل العلامه فقط، الجواب جوج. قبل العلامه وبعد العلامه، الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. من خلال الصورة كنلاحظوا باللي علامة تحديد السرعة مكتوب تحت منها غابيل، يعني تذكير. ملي كتلقاو هذه الكلمة كتعني باللي تحديد السرعة راه كان مطبق عليك من قبل، وهذه العلامة غير جات تفكرك باللي راه باقي خاصك تمشي ب 80. يعني السرعة محدودة قبل العلامة وحتى موراها. شنو هي السرعة القصوى اللي تقدر تمشي بها العجلة الاحتياطية؟ 60 كيلومتر في الساعة، الجواب واحد. 80 كيلومتر في الساعة، الجواب جوج. 100 كيلومتر في الساعة، الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم جوج. إلا كنتي مركب عجلة الإغاثة أو لا الرويضة ديال السكور، فأقصى سرعة تقدر تسوق بها هي 80 كيلومتر في الساعة. ما خاصكش تفوت هذه السرعة نهائيا، حفاظا على السلامة ديالك. هذه العلامة كتشير لوجود إشارة ضوئية دائمة، الجواب واحد. مؤقتة، الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. هاد العلامة كيف كتشوفوا اللون ديالها صفر، واي علامه باللون صفر في قانون السير كتعني انها مؤقته. غالبا كتكون محطوطه حيت كاينين الاشغال في الطريق، وملي كيساليو دوك الاشغال راه كيحيدوها وما كنلقاوهاش المره الجايه. خاصني نزيد مستوى السرعه كلما كانت سرعه دوران المحرك اكثر من 1500 دوره في الدقيقه، الجواب واحد. 2000 دوره في الدقيقه، الجواب جوج. 2500 دوره في الدقيقه، الجواب ثلاثة.
الجواب الصحيح هو رقم 3. كيف كتشوفوا في التصويره على اليسار كاين هذا العداد اللي كيحسب لنا عدد دورات المحرك في الدقيقه. هذا العداد هو اللي كيورينا واش الموتور مرتاح ولا معذب، وهو اللي كيقول لنا فوقاش نطلعوا لا فيتيس وفوقاش نهبطوها. الا وصلت سرعه دوران المحرك لاكثر من 2500 دوره، هنا خاصني ضروري نزيد من مستوى السرعه، يعني نطلع لا فيتيس مثلا من التروازيام للكاتريام. علاش؟ حيت الا ما بدلتش الفيتيس الموتور غيبقى يخدم بجهد كبير وغيستهلك الوقود بزاف وغيسخن بلا فايده، ومع الوقت كياكل الطاقه. وباش تعقلوا على القاعده مزيان، الا فاتت 2500 دوره كنطلعوا لا فيتيس، الا هبطت على 1500 دوره هنا خاصنا نهبطوا لا فيتيس، يعني نردوها من الكبير للصغير، حيت الموتور كيبدا يتخنق ويفشل. ردوا البال نهار الامتحان لصيغه السؤال، الا قالوا لكم اكثر جاوبوا ب 2500، والا قالوا لكم اقل جاوبوا ب 1500. الا زلقات مؤخرات سيارتي بهذا الشكل نستعمل الحصار؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. ندور مقود السياره ببطء؟ اليمين الجواب 3، اليسر الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 2 و4. في هذه الحاله اول حاجه خاصك دير هي تحافظ على الهدوء ديالك. الا زلقات بك الطوموبيل بهذا الشكل ممنوع تستعمل الفران، حيت الا فرانيتي وانت في هذه الوضعيه الطوموبيل غتزيد تلوى بك وتقدر تقلب. وبالنسبه للفولا خاصك تدورها ببطء لجهه اليسار، يعني الجهه اللي هربات لك فيها المؤخره ديال السياره، باش تحاول تقادها وترجعها للتوازن ديالها. سياقه شاحنه صغيره لنقل البضائع بدون توفر على شهاده الفحص الطبي مخالفه من الدرجه الاولى الجواب 1، الدرجه الثانيه الجواب 2، الدرجه الثالثه الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. الا كنتي كتسوق شاحنه ديال نقل البضائع راه من الواجب يكون عندك الفحص الطبي وكتجددو كل عامين، والا سقتي بلا بيه فراه القانون كيعتبرها مخالفه من الدرجه الاولى. الجواب الصحيح هو رقم 1. فتره رد الفعل كتاثر على المسافه فقط، الجواب 1، السرعه الجواب 2، كتزيد من السرعه الجواب 3، كتنقص من السرعه الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 1. فترة رد الفعل هي ذاك الوقت اللي كياخذو السائق باش يستوعب الخطر اللي قدامه، وغالبا كتكون ثانية واحدة. في هذيك الثانية السائق كيكون غير كيشوف ويفكر، يعني مازال ما ورك على فران، ما دار حتى شي ردة فعل. بما انه مازال ما قاصش الفران فالسرعة كتبقى هي ما كتزاد ما كتنقص، ولكن الطوموبيل راها غادية، يعني كتقطع مسافة. هادشي علاش اختارينا الجواب 1. السياقة بالليل بدون أضواء خارج التجمع السكني كيتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى الجواب 1، الدرجة الثانية الجواب 2، كتعرض للخصم 3 ديال النقط الجواب 3، 4 ديال النقط الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 1 و3. إلا كنتي سايق بالليل بلا ضواو خارج التجمع السكني هذه كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، والقانون كينص على أن هذه المخالفة كيتعرض فيها السائق لخصم 3 ديال النقط من رصيد رخصة السياقة ديالو. العمر الافتراضي للعجلة هو 20,000 كيلومتر الجواب 1، 30,000 كيلومتر الجواب 2، 60,000 كيلومتر الجواب 3، 80,000 كيلومتر الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 2. العمر الافتراضي ديال الرويضة في المتوسط هو 30,000 كيلومتر. ملي كتوصل الطوموبيل لهذه المسافة كيكون من الواجب علينا نراقبوا الحالة ديال العجلات ونبدلوهم إلا بان لينا فيهم شي تآكل باش نضمنوا السلامة ديالنا في الطريق. كيتعتبر السير في الاتجاه المعاكس من طريق السيار جنحة الجواب 1، مخالفة الجواب 2. غادي نتعرض لتوقيف المركبة على الفور، نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 1 و4. السير في الاتجاه المعاكس في الوطروط كيتعتبر جنحة خطيرة وفيها خصم ديال 4 ديال النقاط من رصيد رخصة السياقة. وبالنسبة للعقوبة فالسائق كيتعرض لتوقيف رخصة السياقة، يعني كيتسحب ليه البيرمي. المدة كتراوح ما بين شهر و3 ديال الشهور، ولكن ردوا البال راه ما كيكونش فيها توقيف المركبة على الفور، يعني الطوموبيل ما كتمشيش للفوريان في ديك اللحظة، اللي كيتوقف هو البيرمي. إلا كانت المراية في وضعية جيدة كتلغي الزوايا العمياء، نعم الجواب 1، لا
الجواب جوج. كتمكن من رؤية الطريق بوضوح أكثر. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة. الجواب الصحيح هو رقم جوج وثلاثة. واخا تكون المرايه مقاده مزيان، راه ما يمكنش تحيد لينا الزوايا الميته بمره. ديما كيبقاو شي بلايص ما كيبانوش في المرايه. ولكن الا قديتيها في وضعيه جيده راه كتمكنك باش تشوف الطريق بوضوح اكثر وتعرف شنو واقع وراك. هاد العلامة كتشير لخطر وجود سكة حديدية. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. هاد العلامة كتشير لخطر جوي. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد وثلاثة. هاد العلامة كتعلمنا على جوج حاجات. أولا كاين خطر جوي، يعني مطار قريب ولا طيارات كيدوزوا على علو منخفض. وثانيا كتعلمنا باللي كاين خطر ديال سكة حديدية. وملي كنشوفوا هاد العلامة عند السكة راه واجب علينا نوقفوا ونردوا البال مزيان، حيت هذه سكة حديدية غير محروسة، يعني ما فيهاش الحواجز. عندي الحق في استعمال إشارة ضوئية. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. نشعل ضوء الطريق. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد وربعة. عندي الحق نستعمل إشارة ضوئية باش هاد السائق اللي قدامي يشد لي من ديالو، حيت غادي نتجاوزو. ولكن واش نشعل ضوء الطريق؟ لا، حيت إلا شعلت ضوء الطريق غادي نعميه في المراية ديالو ونشكلو خطر. هاد الإشارة واش داخلة في السلامة الطرقية؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. واش أنا محترم هاد المسافة؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد وثلاثة. بالنسبة للسؤال الأول، هاد الإشارة راه باينة داخلة في السلامة الطرقية، حيت كتعلمنا على مسافة الأمان اللي خاصنا نخليو بيننا وبين اللي قدامنا باش نتفاداو الحوادث. أما بالنسبة لمسافة الأمان، واش أنا محترمها؟ نعم، محترمها. وباش عرفناها كنمشيو نحسبوا دوك الخطوط اللي كيكونوا على اليمين في الحاشية ديال الطريق. القاعدة كتقول بلي كل خط فيه 20 متر، والفراغ اللي بين الخط والخط فيه 6 متر. إلا حسبنا ثلاثة ديال الخطوط اللي عندنا تما راه 20 و20 و20 هي 60 متر، ونزيدوا عليهم الخويات اللي بيناتهم غنوصلوا ل 70 متر وزياده. اذا المسافه راها كافيه. واش يمكن لي نسوق برخصة السياقة من صنف باء دراجة ثلاثية العجلات؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم واحد. بالنسبة لهاد الدراجة ثلاثية العجلات كيف كتشوفوا في التصويرة، فراه رخصة السياقة من صنف باء كافية باش تسوق هاد النوع من الدراجات. نكمل السياقة في هاد الحالة. إلا كان وزن السيارة الفعلي أقل من الرقم الموجود في العلامة، الجواب واحد، يساوي الرقم الموجود في العلامة، الجواب جوج، أكثر من الرقم الموجود في العلامة، الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم واحد وجوج. هاد العلامة ديال المنع كتمنع فقط العربات اللي كيفوت الوزن ديالها 3.5 طن. بمعنى إلا كان الوزن ديال الطوموبيل ديالي قل من هذا الرقم راه يمكن لي ندوز، وحتى إلا كان الوزن ديالي كيساوي هذا الرقم، يعني عندي 3.5 طن قد راه حتى هي مسموح لي ندوز وما كيشملنيش المنع. الحالة الوحيدة اللي ممنوع ليا فيها نكمل السير هي إلا كان الوزن ديالي أكثر من داكشي اللي مكتوب في العلامة. إلا وصلتي حد هنايا فبرافو عليك، هذا دليل على أنك باغي تاخذ البيرمي ديالك وعاطي الموضوع حقه. دابا جا وقت الحساب. شحال من جواب صحيح جبتي من أصل 20؟ خلي لينا النقطة ديالك في التعليق بكل صراحة. وإلا غلطتي في شي سؤال ماشي مشكل، هذه فرصة تصحح وتتفادى الغلط نهار الامتحان. راجع الأجزاء اللي فاتت باش تزيد تستعد، وما تنساش تشترك وتخلي جيم إلى عجبك الشرح. ونشوفكم في السلسلة الجاية. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.